في الكوره في لعيبه بيتعلق بيهم الجمهور مش علشان مهارتهم بس، لكن عشان بيحسوا انهم اهاليهم واولاد النادي، رموز واحلام ونجوم بيحملوا الشعار كانه وشم على القلب. بس لما النجم اللي كنت بتشوف فيه المستقبل يلف ظهره ويمشي وتكتشف انك كنت بتحبه اكتر ما هو كان بيحب، ساعتها الجرح بيبقى عميق والصدمه ما بتتنسيش. فالنهارده هنحكي عن ابرز 8 خيانات في تاريخ كره القدم، فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. يجي معانا في المركز الثامن هو روبرتو باجيو، والخيانه هنا مش خيانه لاعب للجماهير على قد ما هي خيانه فريق للاعب بتاعه. روبرتو باجيو انضم لفريق فيورتينا سنه 1985 وهو عنده 18 سنه، كان لسه لاعب ناشئ بس باين عليه موهبه مش طبيعيه، وبسرعه البرق الجماهير وقعت في غرامه، وكان دايما بيقول انا من فلورنسا وانا هنا علشان فيورتينا، لحد ما باجيو بقى نجم المدينه والحلم اللي هيقودهم للبطولات. فيورتينا وقتها مش من الفرق الكبيره في ايطاليا، لكن مع باجيو كل حاجه كانت بتتغير. باجيو سجل اهداف عالميه وبدا الاعلام الايطالي يسميه صاحب الضفيره الالهيه. باجيو ما كانش مجرد لاعب، كان ايقونه لفيورتينا ورمز للناس اللي كانت بتحلم بان فريقها يبقى بين الكبار. وفي صيف 1990 الدنيا اتقلبت لان فريق يوفنتوس دخل بمفاوضات جديه لضم باجيو، والعرض كان 18 مليار ليره ايطاليه، رقم خرافي وقتها. فاداره فيورتينا وافقت بسرعه من غير حتى ما ترجع للاعب نفسه، واول ما الصفقه اتاكدت مدينه فلورنسا كلها نزلت الشارع، وحصلت مظاهرات عنيفه واشتباكات مع الشرطه لدرجه ان مقر النادي اتكسر، وكان في اكتر من 50 مصاب والشرطه كانت بتطارد الجماهير في الشوارع. فيورتينا باعت ابنها للغريم يوفنتوس اللي الجماهير فيورتينا بتكرهه كراهيه العمى حرفيا. بس الحقيقه ان باجيو ما كانش عايز يمشي. في حوار قديم قال انا ما كنتش عايز اسيب فيورتينا، انا كنت مستعد اقلل مرتبي علشان افضل، بس الاداره باعتني. وفي اول مباراه ليه مع يوفنتوس ضد فيورتينا حصلت لقطه خالده في التاريخ. باجيو لقى تيشيرت فيورتينا مرمي على الارض من الجمهور، فقام نزل جاب التيشيرت وباسه وحطه على قلبه. والاغرب في الماتش ده برضو ان اتحسبت ضربه جزاء لليوفي وباجيو رفض يسددها. المشهد ده خلى ان في ميكس من المشاعر، لان في ناس كانت بتعيط وفي ناس كانت لسه برضو بتهاجمه. ونيجي للمركز السابع وهو روبن فان بيرسي. روبن فان بيرسي جه لارسنال من نادي فينورد الهولندي سنه 2004، وكان شاب صغير وموهوب جدا. ارسن فينجر وقتها كان عنده عين بطلقه المواهب، وقرر يطوره عشان يبقى خليفه بيركامب في الملعب. وفعلا مع الوقت فان بيرسي بقى من اخطر المهاجمين في اوروبا، وواحد من احرف المهاجمين اللي شافهم الدوري الانجليزي. وبعد رحيل نجوم كبار زي هنري وفييرا وفابريجاس، فان بيرسي بقى هو القائد والرمز للنادي. النادي اعتمد عليه بشكل كامل، وفعلا كان بيقدم مستويات خرافيه رغم ضعف التشكيله. عايز اقول لك ان في موسم 2011 2012 فان بيرسي عمل موسم استثنائي، لانه سجل 30 جون في الدوري وفاز بجائزه افضل لاعب في البريمير ليج. فهو كان شايل الفريق على ظهره حرفيا، والجماهير شافته الامل والمنقذ والقائد اللي هيجيب الدوري بعد سنين. لكن في صيف 2012 فجأة فان بيرسي نزل بيان رسمي على موقعه الشخصي بيقول انا قررت اني مش هجدد عقدي مع ارسنال، رؤيتي مختلفة عن رؤية الادارة. الجماهير ساعتها اتصدمت، وقائد الفريق اللي كنا فاكرينه هيكمل فجأة بيقول انا ماشي. بس الموجة الاكبر من الغضب ما جاتش من الرحيل، جت من الفريق اللي هيروح له. اسبوعين بعد البيان الصحف بتعلن ان روبن فان بيرسي بيوقع رسميا مع مانشستر يونايتد. ففان بيرسي مش بس ساب ارسنال، ده راح للغريم المباشر اللي كانوا بيحاولوا ينافسوه على الدوري. فجمهور ارسنال اتجنن، وفي جماهير ولعت في تيشيرتاته. واللي زاد القهر والوجع ان فان بيرسي في اول موسم ليه مع مانشستر يونايتد سجل 26 هدف في الدوري، وكسب لقب الدوري الانجليزي، وكان النجم الاول للفريق، وساعد السير اليكس فيرجسون انه يختتم مسيرته بلقب تاريخي. كل ده وارسنال لسه بيصارع على المركز الرابع. وفي مقابلات بعدين فان بيرسي حاول يبرر قراره، فقال لك انا كنت عندي 29 سنه وما كسبتش دوري، وكنت عايز احقق حلمي. مانشستر يونايتد كان عنده مشروع جاهز للفوز، وده كل اللي كنت محتاجه. ونيجي للمركز السادس معانا وهو كارلوس تيفيز. كارلوس تيفيز المهاجم الارجنتيني المجنون وصل مانشستر يونايتد سنه 2007 على سبيل الاعاره بعد تجربه مثيره مع وست هام. الراجل ما كانش مجرد مهاجم، كان مقاتل على كل كوره، بيضغط ويسجل ويصنع وبيحط روحه في كل هجمه. الجمهور حبه بسرعه جدا، خصوصا انه شارك مع رونالدو وروني في خط هجومي مرعب، خلى اليونايتد يحصد الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه. تيفيز كان لاعب جماهيري من الطراز الاول. تيفيز كان بيلعب على سبيل الاعاره من شركه بتمتلك حقوقه، وده نظام معقد وقتها. بس مانشستر يونايتد كان لازم يقرروا هل هيشتروا اللاعب بشكل نهائي ولا لا. المشكله ان السير اليكس فيرجسون رغم حبه لتيفيز بدا يقلل من مشاركته، واعتمد اكتر على بيرباتوف. فطبعا تيفيز حس انه مش مرغوب فيه، وان النادي مش بيفكر في مستقبله بجديه. في الموسم الثاني العلاقات بينه وبين فيرجسون بدات تتوتر، رغم ان الجمهور كان بيغني باسمه في المدرجات وبيهتف اشتروا تيفيز، لكن الاداره ما كانتش بتتحرك، وتيفيز حس بالاهانه. وفي نهايه موسم 2009 اتاكد ان مانشستر يونايتد مش هيجدد معاه. لكن ما حدش كان يتخيل المفاجاه، لانه في نفس الصيف مانشستر سيتي اعلن
رسميا ضم كارلوس تيفيز، والمفاجاه الاكبر انهم اعلنوا الصفقه بلوحه اعلانيه ضخمه في مدينه مانشستر ومكتوب عليها ويلكم تو مانشستر وجنبها صوره تيفيز وهو بيضحك. اللوحه كانت سكينه في قلب كل مشجع يونايتد. تيفيز بنجم السيتي الاول وساعد الفريق انه ياخد اول بطوله بعد سنين طويله وهو كاس الاتحاد الانجليزي 2011 وبعدها الدوري الانجليزي في 2012. وعايز اقول لك ان تيفيز في 2011 دخل في ازمه كبيره مع المدرب مانشيني بعد ما رفض ينزل من على الدكه في ماتش دوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونخ. فتيفيز اتوقف شهور وسافر الارجنتين من غير اذن، وقال بعدها انه مش هيرجع غير لما مانشيني يمشي، لكن لما اتاسف رجع وكمل موسمه وشارك في التتويج بالدوري 2012. وفي الناحيه الثانيه السير اليكس فيرجسون كان بيقول احنا حاولنا نحافظ عليه لكن سلوكه وعقليته ما كانتش مناسبه، وانا ما بزعلش على حد قرر يسيب النادي. لكن الحقيقه ان فيرجسون نفسه ما كانش متخيل انه ممكن يروح السيتي. ونيجي للمركز الخامس معانا وهو نيمار. نيمار لما انضم لبرشلونه في 2013 كان جاي كنجم ساطع من سانتوس البرازيلي وكل الانديه كانت عايزاه، بس هو اختار برشلونه والسبب لانه قال عايز اتعلم من ميسي والعب مع الافضل في العالم. وفعلا نيمار ما خيبش الظن، دخل الثلاثي الذهبي الام اس ان مع ميسي وسواريز والناس كلها كانت بتتفرج على السحر الكروي اللي بيقدموه. وفي 2015 ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بدوري ابطال اوروبا وسجل اهداف حاسمه وكان بيتطور بسرعه لدرجه ان الناس بدات تتكلم انه هيبقى افضل لاعب في العالم بعد ميسي وكريستيانو رونالدو. وبرغم الحب والدعم من جمهور برشلونه نيمار كان حاسس انه دايما في ظل ميسي، حتى لو عمل ماتش خرافي العناوين دايما بتكون عن ميسي، ودي كانت حاجه مضايقاه، خاصه ان الطموح بتاعه انه يبقى رقم واحد. ومن هنا بدات المشاكل وبدات تطلع اخبار عن اهتمام باريس سان جيرمان، وبدا نيمار يتكلم مع ناس من النادي الفرنسي في السر، والجمهور في الاول ما صدقش ازاي الولد اللي بيقول انه بيحب برشلونه هيسيبهم، علشان في صيف 2017 باريس دفع الشرط الجزائي بتاع نيمار 222 مليون يورو، ودي كانت وقتها اكبر صفقه في تاريخ كره القدم. نيمار مشي من غير وداع حقيقي ومن غير ما يبرر لجمهور برشلونه، كل اللي حصل انه فجاه بيلاعب في باريس سان جيرمان. الغريب ان نيمار نفسه بعد كده ندم وطلع في اكتر من تصريح بيقول ان عايز يرجع برشلونه وانه كان سعيد هناك اكتر، بس للاسف بعد فوات الاوان لان العلاقه اتكسرت والجمهور مش ناسي. ونيجي للمركز الرابع معانا وهو ايمانويل بيتي. ايمانويل بيتي لاعب خط وسط فرنسي معروف، كان عنده مسيره كرويه قويه جدا في اوروبا، لعب في موناكو وبعدها راح ارسنال وكان من نجوم الفريق الذهبي بتاع ارسن فينجر، وكمان كان ضمن منتخب فرنسا اللي كسب كاس العالم 1998 وكاس اوروبا سنه 2000. لكن خلينا نرجع للجذور بتاعته. بيتي من اصول جنوبيه، اتربى في بيئه شايفه ان مارسيليا مش بس نادي كوره، لا ده رمز للمنطقه وللهويه وللكرامه، ضد باريس اللي بتمثل العاصمه والسلطه والفلوس. يعني الراجل ده كان المفروض اقرب انه يروح مارسيليا، وجمهور مارسيليا شايفينه واحد من ولادهم. بعد ما خلص مشواره في انجلترا واسبانيا قرر بيتي يرجع لفرنسا سنه 2003، وهو في اواخر مسيرته الجماهير كانت متوقعه انه لما يرجع لفرنسا هيرجع على مارسيليا او على الاقل مش هيروح لفريق تاني من فرق المنافسه. لكن فجاه الصحف بتعلن ايمانويل بيتي يوقع مع باريس سان جيرمان. الناس شافت ان دي خيانه مش بس كرويه، دي خيانه للهويه. فمشجعين مارسيليا علقوا صور بيتي وهي محطوط عليها علامه اكس واتقال عليه انه خاين وابن باريس المزيف. وفي تصريحات بعدها بيتي حاول يبرر قراره وقال انا لاعب محترف وباريس سان جيرمان وقتها كانوا محتاجين خبرتي وكان عرضهم الافضل، انا ما كنتش ابدا بلعبها من منظور عداوات، انا كنت بلعب كوره وبس. ونيجي نروح على المركز الثالث وهو سول كامبل. سول كامبل كان واحد من ابناء نادي توتنهام، ابن من ولاد النادي حرفيا، وبيمثل رمز للوفاء في عيون الجماهير. بدأ مع الفريق الاول سنه 1992 وبسرعه بقى من الاعمده الاساسيه ولعب لسنين طويله كقلب دفاع لحد ما بقي واحد من احسن المدافعين في انجلترا. مش بس كده، ده كمان بقي كابتن الفريق والناس شافوا فيه روح السبيرز الحقيقيه. كل جمهور توتنهام بلا استثناء كانوا بيحبوه وبيغنوا له وبيتمنوا يعتزل بقميص النادي. وفي اواخر التسعينات بدا عقد سول كامبل يقرب على النهايه، وطبيعي اي لاعب بالحجم ده النادي هيجدد له، والجماهير كانت متاكده انه هيكمل. في الوقت ده الصحفيين كانوا بيسالوه هل ممكن تروح ارسنال؟ كان دايما بينكر وبيقول مستحيل، ما اظنش ان ممكن اعمل كده، علشان في سنه 2001 سول كامبل ينتقل رسميا لارسنال، والمشكله انه انتقل في صفقه مجانيه. وفي الماتشات بين الفريقين كان بيترمي عليه عملات معدنيه وازايز ولافتات فيها الفاظ مهينه. رغم الكراهيه من جمهور توتنهام سول كامبل عاش افضل ايامه في ارسنال، لانه خد معاهم الدوري مرتين سنه 2002 و2004، فكان جزء من فريق الانفنسبلز اللي كسب الدوري من غير هزيمه، ولعب نهائي دوري ابطال اوروبا سنه 2006 وسجل هدف. وسول كامبل طلع بعدها وقال انا ما كنتش شايف نفسي ان اقدر احقق طموحاتي مع توتنهام، رحت الارسنال علشان انافس على البطولات وده اللي حصل فعلا. ونيجي بقى للمركز الثاني وهو مايكل اوين. مايكل اوين اتولد سنه 1979 ومن وهو صغير وهو بيحلم يلبس تيشيرت ليفربول. الولد ده دخل اكاديميه ليفربول وابتدى يلمع بسرعه جدا، ولما طلع للفريق الاول وهو عنده 17 سنه بدا يسجل اهداف بشكل مجنون. كسب جائزه الكره الذهبيه كافضل لاعب في العالم، وهو الوحيد اللي كسب الجائزه دي من كل اللعيبه اللي لعبت لليفربول.
مايكل اوين في بداياته كان رمز للسرعه والذكاء، وكل جمهور ليفربول كان بيقول عليه ان هو ابننا ورمز النادي، واطلقوا عليه كمان الفتى الذهبي. وكسب مع ليفربول كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه وكاس الاتحاد الاوروبي وكمان السوبر الاوروبي، وكان بيشيل الفريق على كتفه في وقت النادي كان بيعاني اوروبيا ومحليا. فالجماهير كانت بتحبه حب مش طبيعي. اوين مش مجرد نجم، ده كان واحد من العيله بالنسبه للجماهير. وفي 2004 اوين قرر ياخد خطوه جديده ويمشي من ليفربول ويروح لريال مدريد. الجماهير زعلت لكن ما اعتبرهاش خيانه، قالوا ساعتها انه عايز يجرب نفسه في اوروبا. وفعلا لعب موسم مع الريال، سجل اهداف لكن ما لعبش بشكل منتظم وسط النجوم الكبار، علشان بعدها يقرر يرجع انجلترا. وهنا المفاجاه، في 2009 فجاه الصحف الانجليزيه بتنزل خبر ان مايكل اوين ينضم لمانشستر يونايتد. الجماهير ساعتها اتصدمت حرفيا. فازاي تروح لألد اعداء ليفربول؟ ازاي تلبس تيشيرت مانشستر يونايتد اللي جماهيرك بتشتمه من وانت طفل؟ واللي زاد الطين بله ان اوين وقتها كان فري، يعني كان يقدر يروح لاي نادي، بس اختار انه يروح لعدو ليفربول اللدود. واللي حصل بعد كده كان انفجار مشاعر. الناس ولعت في تيشيرتات اوين، وجماهير كتبت لافتات بتقول اوين از ديد تو اس، يعني اوين ميت بالنسبه لنا. اوين ما بقاش يقدر يدخل انفيلد من غير ما يسمع شتايم ولا حتى يقف يتصور مع الجماهير. مايكل اوين حاول يبرر خطوته وقال ما كنتش لاقي عروض من فرق بتلعب في اوروبا، وكنت عايز اكمل في مستوى عالي. مانشستر يونايتد كانوا الوحيدين اللي قدموا عرض حقيقي. ونيجي بقى للمركز الاول، صاحب اشهر قصه خيانه في تاريخ كره القدم، وهو لويس فيجو. لويس فيجو جه برشلونه سنه 1995 من سبورتنج لشبونه، وكان ساعتها لاعب موهوب جدا، بس ما خدش وقت طويل وسرعان ما بقي نجم الشباك الاول في الكامب نو. لويس فيجو كان بيلعب في مركز الوسط الهجومي، وكان مهاري جدا وبيصنع اهداف وبيسجل كمان. والجمهور الكتالوني كان بيحبه جدا، وكان دايما بيقولوا عليه القائد المقبل ورمز النادي والفتى الذهبي. وسنه ورا سنه فيجو بقي فعلا الكابتن الاول للفريق، وكان القائد داخل وخارج الملعب. والجمهور كان شايفه رمز للولاء والانتماء، لاعب بيقاتل وبيعشق الوان النادي. وكان بيقول وقتها انا بحب برشلونه ومستحيل اسيب النادي ده لاي سبب. وفي صيف 2000 ريال مدريد كان عامل انتخابات على رئاسه النادي، وكان في واحد اسمه فلورنتينو بيريز كان بيحاول يكسب الانتخابات. فبيريز قرر يوعد جماهير ريال مدريد وعد مجنون، فقال للجماهير المدريديه لو نجحت هجيب لكم لويس فيجو من برشلونه. طبعا الجماهير كلها ما كانتش مصدقه، وكانت بتقول ان ده مستحيل لان ده كابتن برشلونه ورمزهم. لكن بيريز كان جاد جدا في الوعد بتاعه، وفعلا اتفق مع فيجو ودفع قيمه الشرط الجزائي اللي كانت 60 مليون يورو، وده كان رقم خيالي وقتها. وفجاه لويس فيجو بقى لاعب في ريال مدريد. واول ما الخبر اتاكد، الصحافه الكاتالونيه وصفت فيجو بالخاين والمرتزق وبايع حب الجماهير بالفلوس، علشان لويس فيجو يلعب اول ماتش ليه بتيشيرت ريال مدريد في ملعب الكامب نو قدام برشلونه. واللي حصل في الماتش ده كان تاريخي، علشان في كل مره كان بيلمس الكوره الملعب كله كان بيصيح، والجماهير بتشتمه وبيحدفوا عليه ازازات وعملات ولافتات فيها شتايم. لكن مش بس كده، كل اللي حصل ده كان عادي وبيحصل لاي لاعب. لكن اللي مش طبيعي لما حد من الجماهير رمى عليه راس خنزير حقيقيه، والمشهد ده بقى رمز للخيانه في كره القدم. الغريب ان لويس فيجو كان بارد جدا، وفضل يلعب الماتش عادي جدا وكانه مش سامع حاجه. وقال بعدها في تصريح مستفز لجماهير برشلونه: انا محترف، لما اخدت القرار كنت عارف الثمن. وعايز اقول لك ان لويس فيجو فاز بكل حاجه تقريبا مع ريال مدريد، دوري ابطال اوروبا والدوري الاسباني والكاس، وشارك في تاسيس جيل الجلاكتيكوس. وفي النهايه الكره دايما فيها مفاجآت، بس في حاجات بتفضل محفوره في الذاكره مش بتتمسح، لا ببطولات ولا باهداف. كل اسم من ال8 اللي اتكلمنا عنهم ساب بصمه، بس كمان ساب جرح كبير. الجماهير ممكن تسامح خساره، تسامح مستوى سيء، لكن الخيانه صعب تتنسي. لما لاعب بيبيع ناديه ويروح للمنافس ما بيخسرش بس جمهور، كمان بيخسر احترام. الكوره مش بس لعبه، دي مشاعر وذكريات وانتماء. فافتكر دايما ان اللاعب اللي بيبدل فانيلته ممكن يكون بيبدل حب الالاف بفلوس وملايين. والخيانه سواء في الكوره او الحياه ملهاش غفران عند اللي حب بصدق. فاتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم وايه اكتر خيانه شايفينها صعبه في تاريخ كره القدم.